طيب نروح للاتحاد المصري لكرة القدم، الامبراطور، ملك الحرفنة وملك الادب، ملك الاحترام، كابتننا كابتن مصر كابتن حازم امام. يا كابتن حازم صباح الجمال. يا كابتن ابراهيم صباح الخير يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ بقول له زي الفل، بنبسط لما بشوفك والله قيمه. ربنا يخليك يا رب يا كابتن، والله ده انا لو عامل فورمه جامده انت اهي. حبيبي علينا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. انت برضه ما شاء الله يعني برضه عامل فورمه عظيمه ما شاء الله. لا يعني فرق، لسه بحاول اجي لك يعني. ما انت بقالك كتير ما بتنتظمش في التمرين يا كابتن. معلش أيوة بقى، معلش الاتحاد واخدك والمسؤوليات كتير، انا عارف يا كابتن، ربنا يكون في عونك يا رب. حبيبي كله زي الفل. عايز اسال حضرتك، هل الاتحاد يعني جاله اي طلب رسمي او شفهي بتاجيل مباراه القمه من اجل المنتخب ولا لا؟ والله لا لسه، بس يعني بنشوف مع مستر كوبر والجهاز الفني، يعني الناس بتشوف ان ممكن يكون في اصابات، ممكن يكون في حاجات، فلسه بنتكلم وبنشوف. انت عارف طبعا الدوري ده اهم حاجه، يعني تلعب الدوري عشان المنتخب. صحيح. يعني عندنا بطوله مهمه. لكن انا ما اقدرش احدد دلوقتي ايه اللي حصل بالظبط. ده قرار الاتحاد وقرار لجنه المسابقات مع الحاج عامر. مش احنا يعني لازم نبقى فيها قاعده مع بعض ونشوف كلام كله كلام، مفيش حاجه لسه خدت نطاق الرسميه او الرسمي. نحاول نشوف الحاجه اللي ترضي جميع الاطراف. يعني عندك دوري شغال بشكل كويس، وعندك بطوله مهمه، وعندك منتخب يستعد للبطوله يعني. فهي النظريه بس ان ممكن يكون في كلام او ان اللعيبه تتعور، لعيبه مهمه في المنتخب. فممكن يكون ليه تاثير بقى على الاستعداد. انا لسه نشوف مع مستر كوبر والجهاز الفني ومع الحاج عامر في الموضوع، ومع الناديين طبعا الكبار يعني. انتوا فضعيه شويه صعبه الحقيقه، لانه انتوا امام التزام ان انتوا عايزين تلتزموا بجدول الدوري، ورغبه كمان من الانديه ان هي يبقى فيه التزام حتى النهايه، وامام برضو امر له علاقه بمنتخب مصر اعتقد. هي دي طبعا، خصوصا داخل على بطوله بقالك فتره ما لعبتش فيها، وبطوله مهمه بالنسبه لنا. يعني عارف الموضوع لازم يتحل بشكل مهم يعني، ولازم يكون في كلام، بس نقعد زي ما بقول لك كله كلام، لسه ما خدش نطاق ورق لكن الكلام بيقال يعني بشكل كبير دلوقتي. طيب انا بكلم حضرتك بقى بصفتك واحد من نجوم كرة القدم، رأيك ايه؟ بتشوف رأيك ايه؟ تشوف الموضوع ازاي انه يتأجل علشان خاطر منتخب مصر، لانه ممكن يبقى فيه تأثير شوية له علاقة بالاجهاد، له علاقة بالاصابات، فنخش خسرانين عدد من اللعيبة ولا لا؟ ده رأيي كده انا، وهو باكد مرة تانية ده رأي الكابتن حازم امام نجم مصر، واللي له يعني باع كبير في الكرة، بالتالي من حقه نقول رأيه. بص، هو في يعني الرأي ممكن فني شوية، وفي ممكن رأي تسويقي شوية، يعني نوع ما ان هو الجدول، وانت حاطط الجدول وعايز تمشي بالورقة والقلم. وفي حاجات بتبقى زي ما بقول لك روح القانون شوية، لما تشوف حاجة ممكن تعملها بشكل يساعد على حاجة معينة فيها مصلحة للمنتخب، طب بص بروح القانون شوية. لكن أنا والله يعني ما عنديش رأي ثابت، أنا كان نفسي الدوري يتلعب لغاية آخره عادي وينتظم، بس لما تيجي تسمع وجهة النظر لناس في المنتخب إن بقية اللعيبة تتعور، ماتش الزمالك والأهلي ممكن يعني يحصل، انت عارف يحصل شد وجذب كتير. دماغك مفتوحه على وجهتين النظر، يعني دماغك منفتحه على وجهتين النظر، يعني ما عندكش اعتراض على وجهه نظر منهم. يعني قصدي ماتشات الزمالك والاهلي انت الله اعلم ممكن تطلع كويسه والدنيا امان، وممكن تطلع حد يتخانق مع حد، فتقعد بقى طول المعسكر تداوي في ده وتعمل في ده، والناس تقعد تتكلم في الموضوع، وانت داخل على بطوله والمفروض الناس كلها تتجمع حوالين بعض. الله اعلم، انت عندك لسه 3-4 ماتشات، ممكن حد تاني يقع في النص مهم للمنتخب. فعارف انا بصراحه زي ما بيقولوا كده بين شقي روحها، يعني يعني قلبك يقول لك يعني اعلام المنتخب، لكن انت كعقل وكتخطيط انت عايز الجدول يمشي. فانا بصراحه يعني لسه بقول لك هو كلام، وخلينا نشوف الدنيا هيمشي فيها ازاي يعني برضه حسب الاقتناع بشكل او باخر مع الناس. لما برضه تاخد وجهات نظر الاخرى مع اعضاء الاداره مع حد عامر، الدنيا بتتفتح في دماغك حاجات، يعني ما تبقاش بس وجهه نظر واحده يعني. كابتن حازم، الجوله ال15 تحديدا
حقيقه يعني فيها ظهور طيب للحكام، وده انجاز التعبير ممكن نقول عليها طفره، لانه ما بين الاسبوع ال14 وما حدث في الاسبوع ال14 والاسبوع ال15 شيء مطمئن شويه، لان احنا الاسبوع ال14 عانينا منه الحقيقه، وكان في ازمات كتيره جدا جدا وكلام وقيل وقال. لكن الاسبوع ال15 اعتقد اطمنا شويه، الحكام بتوعنا واقفين على رجليهم، في دعم كويس، الدنيا ماشيه بشكل كويس. هم بص يعني الحكام جزء لا ينفصل من المنظومه يا ابراهيم، وزيهم زي اي حد في المنظومه، لما بتشيل دي تديله ثقه او بتقف وراه تديله بوش، فبيبقى كويس يعني، بيبقى عاوز الحته زي ما انت عايز وانت مقدم، زي ما انا عايز وانا مقدم، زي ما اللعيب عايز وهو لعيب. انا عايز الناس تقف في ظهره وتبقى واقفه وراه، لو غلط يقول له معلش وشد حيلك تبقى احسن، مش ان انت تقعد تخلص عليه وانت ما عندكش فكره. فهو اعتقد، وبرده الحاجه المهمه برده ان مثلا الاخطاء بتتقال فبتبتدي يعالجها. يعني انا عجبني جدا الحكم في ماتش الجيش والشرقيه لما ضربه الجزاء عماد صدها، لازم رفع الرايه. ايوه ده معناه ان هو اتفرج على ماتش اللي حصل مثلا فيه تقدم لحراس المرمى، فلا ان في حد بيتقدم، فده برضه ما هو ده بيتحسن، وده بيشوف الحاجه الغلط اللي حصل فبيصلحها، ودي حاجه كويسه انك بتصلح وبتشوف. دلوقتي الحكام بتاخد بالها من حاجات كتير مثلا بتحصل في الماتشات كانت في الادوار الاولى في الدوري ما كانوش بياخدوا بالهم منها، دلوقتي بياخدوا بالهم منها، كان بقى بتيجي في ايده بتيجي في مش عارف فين، في الحاجات اللي هي يعني انا شايف ان الحكام بتتعلم، مش هتقع متعلمه، كان قصدي ايه، بتاخد بالها من الاخطاء. واضح ان في تصحيح للاخطاء، عادات كثيره بتجي بعد كل جوله ومع الحكام. انا بروح الاتحاد بشوف على طول بيقعد تحت في القاعه اللي تحت، بيديهم المحاضرات وبيديهم الاخطاء اللي حصل فيها او الحاجات الايجابيه. دي مهمه جدا، كل اسبوع بعد كل جوله تجميع الحكام والقاء الضوء على الاخطاء او القاء الضوء على الحاجات الكويسه، ده بيحسن من قدراته يعني. فانا ملاحظ ان ده موجود كان كويس الاسبوع ده الحمد لله. الحمد لله. ونتمنى ان يفضل كده، واتمنى من حبايب يعني احبائنا مديرين فنيين ان مش كل حاجه علق على طول على التحكيم بشكل مباشر يعني. ما فيش حد كده يا جماعه، لازم احنا كمان كل واحد يشوف هو بيشتغل ازاي في الكوره فنيا، وبلس بعد كده الحكام. مش الحكام هو اول حاجه وبعدين اقول الفنيه. هو البرنس بتاع الحته دي هو فنيا البرنس بتاع الحته دي اللي ما بيتكلمش طبعا في الجانب اكيد مهم، ولكن يعني دايما اتكلم فنيا وبعدين اقول التحكيم، ما يبقاش التحكيم هو اول حاجه عندي بعد الماتش. صحيح، هو بقول لحضرتك البرنس في الحته دي اللي ما بيتكلمش على التحكيم كسبان خسران ايهاب جلال يعني، والله العظيم ده عالمي. والله محترم، وبعدين عارف بيلعب وبيكسب وبيشتغل وبيخسر، ما بيتكلمش لان هو واثق من امكانياته وشايف ان الكوره طبيعي يوم هتديك ويوم هتبقى عليك، مفيش حد بياخد على طول ومفيش حد بيبقى ضده على طول. صحيح. ايهاب بصراحه هو شخصيه رائعه ومدرب ومدير فني رائع يعني. طيب الجزئيه بقى ما اعرفش انت اكيد حضرتك متابع الحاجات ديت يعني، البوندس ليجا الدوري الالماني من الموسم اللي جاي هيتبع تقنيه الفيديو المستخدمه في كاس العالم للانديه اللي شغال دلوقتي، وبيبتدوا عليه في عدد كبير جدا من الدول دلوقتي بتتمرن عليه وبتتدرب عليه، والبدايه هتبقى مع الدوري الالماني. عملوها في ايطاليا في ماتشين مع المنتخب. الله ينور على حضرتك، الله ينور عليك، مظبوط كده، كان ماتش ودي. طيب هل احنا بقى يعني ده بعيد عننا ولا احنا قادرين نعرف نستورد الكلام ده ونشتغل عليه ونطبقه؟ مش محتاجه استيراد متهيألي، انا ما اعرفش تكنيكالي يا ابراهيم، بس هي يعني انت لو حد قاعد في اوضه الاخراج مع المخرجين وقعد معاهم حكم وشاف المونيتور بسرعه، يعني مش محتاجه متهيألي، انا ما اعرفش برضه. لا هي تكنيكال شويه، لان انا امبارح انا كنت بتفرج على فيديو كامل للقصه كلها. فهو زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط كده. الملعب فيها فيديوهات كتيره فيها تلفزيون. مظبوط. وانا بقول لك لا، ما اعتقدش انها صعبه يعني، مش دي، لا يعني انا قصدي لو انت خدت حكمين في غرفه التحكم بتاعت التلفزيون العربيه اللي بره دي قعدتوا فيها هيشوف الحاجات بسرعه. فانا ما اعتقدش ان هي فيها تكنيكال مشكله. انا برضه ما اقدرش افتي قوي لان انا ما اعرفش تكنيكال بتتعمل ازاي، بس انا دايما مع اي حاجه تدي الحق لاصحابه. صحيح، يعني ما دام في حق وانت تقدر تجيبه، طب وليه تضيع مجهود فرقه؟ احنا ياما جبنا جوان عدت كوره الخط وما تتحسبش عشان الحكم ما شافش، بتضيع مجهود فرقه. صحيح. فانا لو في ايدي او بينالتي ما اتحسبش وضيع مجهود فرقه، فانا لو في ايدي ان انا اشوف الصح
انا مع الحكايه دي بصراحه. انا ما اعرفش في ناس تقول لك الاصل ده من جزء من اللعبه، جزء من اللعبه ليه تضيع مجهود حد انت ممكن تساعده وممكن تطلع مجهوده بشكل كويس، ما تعملها له. يعني ايه النظريه ان انا وقلل نسبه الخطا، ان يبقى في ظلم مثلا واعرف بعد الماتش ان ظلمت وبعدين اقول لك اصل ده جزء من اللعبه. لا مش جزء من اللعبه. جزء من اللعبه دي ما دام عندي قدرات دلوقتي تكنولوجي ان انا اساعدك. يعني دلوقتي الدوري الانجليزي بيجيب لك كوره عدت ولا ما عدتش، صحيح، فبيجيبها لك في ساعتها. لو عدت هيتحسب، لو ما عدتش حتى لو الكوره مشيت يرجع لك يقول لك جول. فدي تكنولوجي صحيح استغلها الاتحاد الانجليزي وعملت يمكن واستفاد منها المنتخب الانجليزي. يبقى احنا كاتحاد كوره العالم واستفاد من الحركه الكوره بتاعت نزلت الخط. الناس لغايه دلوقتي مش عارفه نزلت ولا ما نزلتش بتاعت ماتش المانيا الفاينل. ايوه يبقى احنا كاتحاد كوره ما احناش بعيد يا كابتن حازم، ما احناش بعيد عن تطبيق حاجه زي كده. يا ريت نطبقها طبعا لو في امكانيه. انا كحازم كلاعب كوره سابق وليس عضو اتحاد، يعني بقول لك انا اتمنى. لكن طبعا لو تناقشنا في الجلسه في اي وقت في اتحاد الكوره هقول رايي ان احنا اتمنى ان احنا ندخلها طبعا يعني. صحيح يا كابتن. انا بشكرك شكرا جزيلا وصباحك دايما زي الفل. انا باخد منك والله ما اعرفش انت هتصدقني، انا باخد منك طاقه امل كده وشويه تفاؤل حلوين. ربنا يخلينا اللي باخد منك والله بتاعك عامل ازاي. انا من ساعه ما شفتك عمال اروح الجيم كل يوم، خلي بالك. حبيبي يا كابتن. بص صباح الفل يا كابتن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتننا كابتن حازم امام نجم مصر عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. فاصل اعلاني، بعد الفاصل اخبار